اليوم غادي نجاوبكم على السؤال اللي محيركم. كيفاش ناس كيخرجوا من والو، يعني بشر لا مظهر لا جوهر لا علم لا ثقافه لا معرفه لا شكل لا مضمون لا قلبا لا قالبا، وفجاه كيوليو مشاهير عندهم ملايين ديال المتابعين وكيديروا اعلانات مموله والسفر والطوموبيلات. كيفاش كيديروا ليها؟ انا اليوم غنقول لكم بحالاش. ما كاينش ديك القضيه ديال راه صدفه ولا يغمقوا عليكم بديك اللعيبه ديال ورا كل واحد ورزقه. لا، ما يدوخوكمش بهاد الهضره هذه. القضيه وما فيها هي انه كاينه واحد نسميوها منظمه او لا جمعيه او لا، سمعوا مزيان، واحد طريف ديال الماسوتيه دايرين واحد الطاوله مستديره كيختاروا هذا غادي نطفيوه، هذه غادي نلمعوا ليها النجم ديالها ونرجعوها مشهوره وغادي ندوزوها على السجاده الحمراء. واي حدث اي مؤتمر اي لعيبه فيها يعني مشاهير ولا فيها ممثلين غنشدوها وغادي نخشيوها معاهم باش تكون رمز ونموذج ديال النجاح. فمثلا عندنا هنايا في السوشيال ميديا في الويب المغربي راه مؤخرا راه ولينا كنشوفوا روينه بزاف يعني ديال المشاهير او المؤثرين او مهم واحد النموذج عنده بزاف ديال المتابعين كيدار ليها. شكون جا منين جا هذاك الدعم؟ راه خصك تفهم ان كما قلنا غنسميوهم النخبه هما اللي كيختاروا شكون كما قلنا غادي يطفيو وشكون غادي يلمعوا ليها او غادي يلمعوا ليه النجم ديالو. جميل. دابا واحد السؤال اخر، علاش كيختاروا ناس بسطاء، يعني ناس تافهين، ناس يعني ما لا شكل لا مضمون، يعني ناس خاوين ما عندهم حتى مستوى دراسي هربان، كيختاروا بنادم زيرو. علاش كيختاروا هاد الناس هذا بالضبط؟ بطبيعه الحال والجواب راه باين، لان بحال هاد الماركه ديال البشر يسهل التحكم والتلاعب بها. هاد النوع ديال البشر ما كيكونش عنده واحد المقاومه، يعني كيختاروه كيجيبوه كيعرضوا عليه ولا كيدوزوا معاه مكالمه اجي عندنا كذا وما فاهم والو، هي مسكينه ولا هو مسكين مخدوع، كيجيبوه كيتحكموا فيه. دير هكا تيقول نعم ندير هكا، ديري هكا ولبسي هكا وقولي هكا، تدير هكاك وتتلبس هكاك وتتقول هكا. يعني هما راه مشاهير او مؤثرين، ولكن نقدروا نقولوا اسمع مزيان مسلوبي الاراده. هما اصلا موهمين، كل شيء مدوخ، يعني بحال قلنا واحد المنظمه ديال المدوخين. علاش هما اصلا شنو كيستافدوا هاد النخب ولا هاد اصحاب القرار ولا هادو اللي كاينين فيما يسمى في الظل ديال ما نقولوش ديال البلاد وانما في الظل العالمي، حيت هما كاينين راه ماشي غير في المغرب الجزائر مصر بعدا راه خلاص، في تونس في القاره الافريقيه في جميع العالم تيكونوا بحال هكا. الاعلام بحال نقولوا ولا جميل. دابا غادي ندوزو للقسم الثاني من هذه الحلقه هذه، هو علاش شنو غادي يستافدوا شنو غادي يربحوا. اسمع معايا مزيان، ملي كيكون هذا المشهور هذا يعني راه عنده متابعين عنده مشاهدين غادي يطلع لك صحه. دابا الناس اللي ما بغاش تفهم او الناس هي انه هذا الشيء هذا راه ما بقيتيش انت كتدعمو ولا راه انت غتحارب التفاهه، لا داكشي كيبان لك بزز منك. بحال غادي نقولوا مثلا حنايا في الويب المغربي عندنا مثلا 100 باج ولا 100 قناه ولا 100 حساب مشهورين ما عندهمش مواليهم. يعني انت مثلا الحساب كتلقى فيه مثلا الرباط عاصمه كذا، هيسبريس، شوف تيفي، يعني هادو هما الصفحات مثلا المشهورين. مزيان يعني انت ما يمكنش لك تتحكم فيهم، هادو هما المشهورين، يعني هما كيختاروا اشنو غادي يبينوا لك. فهمتي الاعلام بحال اش كيخدم؟ جميل. يعني شنو بغاوك انت تستافد؟ انك تبقى ما مستفد والو. بكل بساطه كيجيو دابا هما كيلعبوش عليك انت مثلا كبير، كيلعبوا على الجيل الصاعد. كيجي كيشوف واحد الانسان مشهور عنده متابعين كيسافر ضارب طوموبيل كيدير ليها، كيجي كيشوف حنا كيدار ليها، كيمشي كيشوف كيدار ليها والو، يما التفاهه، الخوى الخاوي، المقالب، الرقص، الشطيح، الخوى الخاوي. هو اش كيقول الا درت بحال هذا وانا راه بحالي بحالوش، انا راه والو، راه ما النيفو ما خصكش تكون قاري ولا مثقف ولا انت قاري كتاب ابن خلدون ولا ما تحمقش راسك، دير بحال هذاك راه غتولي ناجح. كتجي كدير بحال هذاك كدوز عليك سنين كتلقى راسك وليتي من المخيات ديال المجتمع، ما غاديش تولي بحال هذاك، لان هذاك راه ماشي ضرب من الصدفه او لا كل واحد ورزقه، هذاك راه مدعوم. كاينه واحد النخبه كتدعمو، يعني كيجيبوا واحد من بين مليون ديال البشر، واحد كيهزوه كيقولوا لك المليون لا بغيتو توليو بحال هذا ديروا، ولكن راه هما اللي داعمينه، انت ما غادي يدعمك حتى واحد. وحاليا راه كاين بزاف، انا راه كنلاحظ ان راه يعني باين الا درتي غير واحد التحليل بسيط غادي يبان لك بلي راه كاين مشاهير ومؤثرين ومغنيين وفنانه منضمين لهاد
لهاد المنظمه ديال الظل، او ما بغيناش نقولوا الاسم ديالهم، يعني واحد الطريف ديال الماسوتيه، انت فهمت الكلمه شنو كتعني، يعني منضمين ليهم وكيديروا الرموز والشعارات ديالهم، كتلقاه لابس تريكو فيه عين، هذا ماشي بحالهم، هذا تشانكس اللي كيسولني ديما على التريكو، هذا ديال الانمي، لا العين الواحده كتكون هنا راه بزاف، راه غادي تلقاو دي بودكاست في المغرب كيديروا هاد العيبه هادي، يعني باينين معاهم، هانتوما ما فاهمينش. فشنو حنا جينا زعما نناقشوا ولا نعالجوا من هذه الحلقه هذه، هو البشر ما يبقاش مخدوع. ملي بان لك شي واحد مشهور ماشي مشكل تفرج، غير هو فين كاين الفرق، انا كنتفرج وعايق، كنتفرج وفاهم، كنتفرج وعارف الخلفيه، عارف شنو كاين في الكواليس، ماشي بحال انا مطمس مدوخ كنتفرج وما فاهمش ما عارفش ما عايقش، وكنخليهم مثلا ياثروا عليا ولا على عقلي اللاواعي، يعني يصيفطوا لي ميساجات ورسائل. لا، انا كنتفرج من اجل اضاعه الوقت، يعني نكون ترينيت، درت خدمتي، دار داكشي اللي خاص يدار، كتبت الكتاب ديالي، كتبت شي قصه، درت روايه، مشيت ضربتها بشي عومه، درت شفت الدار شنو خاصهم، مسالي، ماشي مسالي وما داير والو، لا مسالي حقيقه، حيت هذه الكلمه ديال مسالي راه ديجا هضرت عليها من قبل. كاين اللي مسالي ومفضي زعما خاوي ما تيدير حتى لعبه، وكاين اللي مسالي شغلو، مسالي خدمته، يعني تا نسالي خدمتي ونسالي شغلي وندير داكشي اللي خاص يدير، وناخذ واحد فتره استراحه، عاد نشوف ديك الساعات هاد المخيات شنو تيديروا، وكنتفرج وعايق، ماشي كنتفرج ومقولب. المهم عندك بعدا في الويب المغربي دائما كيكونوا محاربين، يعني كيخرجوا بحال كيعريو داك الستار، كيقولوا الحقيقه. وعندك بعدا شوف عندك زاكستر، هذا السيد هذا اللي كيبان في الصوره حاليا، هذا كيخرج في بنادم ديريكت. انت مثلا صحاب التداول بالعملات، صحاب الفوركس والنصابه، بعد الكلمه هذه تيفضحهم. عندك عالم زقوط حتى هو نفس البلان، تيجيب لك النصابه تيقول لك هذا نصاب غادي يدي لك رزقك. دابا هما فين غاديين؟ اسمعني مزيان، تيجيبوا واحد الانسان من لا شيء، تيصنعوه، تيدعموه، تيكبروه، تينفخوه عن طريق لي باج وشي لعيبات، من بعد تيجيب لك واحد الكود برومو. عرفتي فين غادي يديك؟ نعم غادي يديك لما يسمى الميسر. غتبقى انت تلعب، غنشجع هذا الفريق، غنشجع هذا الفريق، غنشجع هذا الفريق. هو راه ديك شوف راه عرفتوا القمر راه ماشي يقول لك لا ابدا يوهمك، كندير تحليل للمباريات. واش فهمتي بحالاش؟ دابا الاغلبيه ما بقاوش الكبار، وتخيل معايا هاد الفيز مزروع في الدراري باقيين تيقراو في الكوليج اصاحبي، الدراري ديال الليسي والكوليج كاملين دابا ما كاين غير الراهن 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 الراهن. شتي بحالاش خرجوا لكم دابا هاد البلان؟ واش فهمتي القضيه بحالاش بغينا نشرحوها لكم؟ وزيد هذه يعني شوف شي النجاح والشهره او انك تولي مؤثر في السوشيال ميديا، اقسم بالله ما سهل، ليس سهلا ابدا. راه انا نعطيك مثال بالسباق ديال الماراثون، راه كنعطي ديما مثال بهذه القضيه دي، راه كيجري فيه 1000 واحد، 1000 واحد كيجري، شحال كينجح؟ كيجي المركز الاول الثاني الثالث، يعني الناس كيشوفوا غير شكون جا في المركز الاول، المركز الثاني، المركز الثالث، اييه. وديك 997 واحد اللي ما نجحاتش حتى واحد ما شافها. يعني راه الا بغيتي تنجح راه خاصك تعلم المونتاج، وخاصك تبدا تسهر الليل وتقلب على السكريبت وتخدم وتطيح ويحاربوك، ومره يوقعوا لك مشاكل، وشي مره تجيك مخالفات وروينه. يعني خاصك تكون كدير هذا الشيء حيت كتبغي دير هذا الشيء. اما زعما الربح المادي اقسم بالله الا داك الشيء اللي كتخسر عليه في صناعه المحتوى الا بعض المرات اكثر من داك الشيء اللي كتصور منه. والناس اللي كيديروا محتوى راه عارفين هذه القضيه، داك الشيء اللي كتخسر عليه انت من جيبك اكثر من داك الشيء اللي كتربح منه. علاش؟ كتستمتع به. كما قلنا قبيله ما خصكش تكون عاوتاني مسالي مره، كدير شي حاجه خدام، تدير صناعه محتوى، كتكتب، تلعب كره، تدير الباسكيت، تمشي تضربها بشي عومه، كتمشي تلعب، تدخل الجيم، تهز الحديد، كدير ورك اوت، تراكسيون، بارفيكس، المهم تدير شي لعيبه ملاهي، كترسم، كتكتب شي روايه، خاصك تبقى ملاهي. المهم اللي قلنا زعما النجاح في اي مجال ما كيجيش ضرب من الصدفه، وما يدوخكش شي واحد ويغمق عليك بديك اللعيبه ديال كل واحد ورزقه، يجيك من الجانب الديني باش زعما يقول لك هو بنادم تابعنا بحال الياس المالكي، ماشي يقول لك قوه الانسان حاسود. الياس المالكي هذا موضوع ديالو بوحدو زعما صراحه، هذاك الانسان راه غريب وعجيب. علاش؟ انا نفتحوا القوس دغيا على الياس المالكي. الياس المالكي في البدايات ديالهم ملي كتجي نشوف الفيديوهات كان يعني في 2020 نقول قبل 2021 كان كيقول باللي غادي يوصل لهذا الشيء اللي وصل ليه حاليا. ودخلت عنده الكونت انستغرام، سمع مزيانه البلان، لقيتو داير 3 6 9 القانون ديال تيسلا تيقول لك الا فهمتيه راه غادي تفهم الكون. 3 يعني تبدا تفهم الكون، تعرف بلي كاين التذبذبات وطاقه في هذا العالم. 6 تبقى تعاود، 9 يعني هو كل شيء. المهم هذا موضوع كبير ديال الارقام. بحال باختصار الياس المالكي ربما عرف قانون ما يسمى بقانون الجذب، قانون الجذب، وآمن به
وشنو عاونوا في هذا الشيء وحق الله العظيم الا راه اللي ما كرهش يتفرج فيها الياس عاونوا فيها التبويقه تيضرب المعجنات والمعجون راك عرفتي كيخليك تدخل في واحد الحاله وهو قاري ديك قانون الجذب ربما مع المعجون بحال دار ديك دار ديك الترابط فهمتي ضرب معجنات اكتيفا قانون الجذب واليوم وغدا وبدا كيطلق اللايفات يعني كيدير واحد الاكسيون كيدير واحد الفعل كيحط الفكره في الفعل الفكره زائد التبويقه اللي كتخليك تامن زائد كتفتح كاميرا وكتبدا كتهضر وكدير تويتش وكذا اللايفات حكمات لي يعني الساروت ديال الكون الياس المالكي طاح عليه يعني هذا غير مثال يعني الياس المالكي ما نقولوش هو ضرب من الصدفه هو نقدروا نقولوا خطه محكمه عنده هو صراحه خطه كونيه محكمه مشيتي عند بيكا مشى عند زيدان عاود مشى عند زيدان تلاقى مع زيدان تلاقى مع بيكي دار كينغز ليغ رئيس تلاقى مع الاساطير يعني وما كيعرضوا عليه هو ما باغيش بصحته من واحد الناحيه السيد كاين المهم هذا الموضوع ديال السوشيال ميديا راه كبير عملاق وعميق ولا بقينا كنجبدوا الشخصيات كل واحد وكيفاش وبحالاش ما غنساليوش بداو الا بدينا بالاساطير مثلا ديال امين رغيب والسيمو لايف والاي كوميرس وكذا هادشي كامل عندنا عليه فكره غنديروا شي نهار شي فيديو مفصل على الويب المغربي من البدايه ديالو مع امين رغيب والسيمو لايف حتى لهاد المخيات ديال دابا جميل نختموا هذا الفيديو هذا بواحد المعلومه اسمعني مزيان واش عمرك سولتي علاش ترند طوندونس في الوطن العربي ماشي في المغرب في المغرب العربي والوطن العربي ككل كيكون فيه غير الشطيح والمقالب والفضائح والطلاق والمشاكل الزوجيه والسخشيه ديال العائلات علاش لانهم كيخليو المتابع ربما يبقى مشغول بهاد القضايا هذه وما يسولش مثلا غلاء الاسعار علاش غلاء الاسعار علاش هاد السبيطار علاش التعليم علاش الصحه كيفاش البلاد مثلا عليها ديون الجيل اللي جاي ولادنا غادي يلقاو البلاد مديونه بملايير ديال الدولارات كيفاش كل مواطن حاليا مخسور عليه 28 ألف درهم بحال علاش هادشي يعني كيخليوك انت ما تبقاش تسول هاد الاسئله حيت الا بقيتي كتسول الشك يوصل الى اليقين ملي غتيقن باللي راك مخدوع مشكله بالنسبه لهم الو واش خصهم يديروا لك خصهم يخليوك مدوخ وكتقمر وتابع ليا التافهين ولا كنتي مريقل دير وصلتي حتى لهنا في هذا الفيديو راه ما عندي ما يتسالك دير متابعه وكتب لينا تعليق فيه شنو كيبان لك في هذه القضيه ديال الويب المغربي ما لقيتي ما تكتب عقلك خاوي كتبها مع 10 البسلاء ومرحبا بك معنا في الظل المغربي.